السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زكاة الفطر واجبة على كل مسلم غني أو فقير. يعني الفقير واجب عليه إخراج زكاة الفطر حتى لو كان من الذي تحصل عليه من الآخرين. زكاة الفطر بتكون على كل فرد من أفراد الأسرة حتى لو كان مولود جديد مولود في آخر يوم من أيام رمضان. ميعاد إخراج الزكاة من غروب آخر شمس في آخر يوم من رمضان حتى قبل صلاة العيد، ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وفي بعض المذاهب قالت يجوز إخراج زكاة الفطر أول يوم أو تاني يوم رمضان. زكاة الفطر يجوز إخراجها نقود، وقيمة الحد الأدنى للفرد الواحد هو 35 جنيه، ومن يستطع الزيادة فهو خير له. الفقير الذي لا يملك قوت يومه لا يجب عليه إخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، يجب إخراجها عن نفسه وعن من يلزمه نفقته. لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد. لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الميت الذي توفى قبل غروب شمس آخر يوم رمضان. زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث. وطبعا الفرق ما بين زكاة الفطر وزكاة المال أكيد معروف. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.